بعد اعتراف أغلب شعوب العالم بالظلم التحكيمي اللي بين اللي كان واضح وضوح النهار. المفروض إن الفيفا تعلن فوز مصر على الأرجنتين، مش إعادة المباراة. يعني قصة إعادة المباراة دي أنا شايف إن هي فكرة تعبانة. أنا ما عدتش مباراة. احنا المباراة ما وقفتش، المباراة ما جاتش مثلا في الدقيقة 60 وحصل خلاف أو حصل شجار ووقفت، لا، احنا انتصرنا. في ضربة جزاء اتلغت، في جون جه، هدف مؤكد اتلغى، في كروت صفراء طلعت مش في محلها، في كروت حمراء طلعت مش في محلها، في فاولات لينا في اماكن في مناطق مهمة جدا في الملعب اتلغت. كان في ظلم تحكيمي باين واضح وضوح النهار. المفروض اننا نطالب بتعديل النتيجة من خسارة لفوز. حسبنا الله ونعم الوكيل. عند الله تجتمع الخصوم. طبعا عمرهم ما هينجحوا حد من العرب. بالنسبة لهم العرب عايزينهم دايما تحت. طبعا لقوا ان المنتخب المصري هيحط عليهم، ولقوا ان خلاص مش هيبقى ليهم لازمة. اتفقوا مع بعض، طبخوها طبخوها. ربنا يجعل كيدهم في نحرهم، والطبخة اللي طبخوها دي تسمهم ان شاء الله، تجيلهم تسمم بيها.